السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي احنا تو في مستير، هذه يسميوها ساحة ثلاثة أود، هي القراعية والكحلية. هذه الكحلية، الكحلية كما تفهمنا اللي هي مرت يحيى، أنها امرأة سمراء وصيفة، أنها بنت سليمان بنت نفرتيتي، هي عنخ سن أتون، اسمها عايشة، مرت عنخ توت عنخ آمون اللي هو توت عنخ آتون. جات لتونس، من الأول هبطت في جربة اللي يسميوها الغريبة، اللي يقولوا لها الغريبة، اللي هي ويقولوا لا القلعه، وعندها برشا اسامي في تونس. بعد مشات المهديه وبنات قرطاج، لكن اختارت بلادها اللي تعيش فيها هي مستير. به احنا البورطه ذا نقولوا له لا الكحليه، ويقولوا قراعيه. به باش نمشيو نقراو، هذا سيدي منصور هي اللي عملته المقام تاع حموها، ابو راجلها سيدنا زكريا عليه السلام. باش نقراو شنو مكتوب عليه. هي ابوها عمران، هي بنت عمران اخت مريم. باهي بوها احنا نقولوا له سيدي عامر وسيدي عمر بوحاج، لا نقولوا له سيدي عمر وسيدي عامر. هاو باش نقراو شنو مكتوب تو في باهي. سيدي منصور، يقول لك زاويه سيدي منصور بايزيد. باهي عاش تو هنا حاطين في القرن 17. باهي عاصر سيدي عمر مخلوف. شكون سيدي عمر مخلوف؟ هو سيدي عمران، سيدنا عمران بو مريم. به وسيدي عامر المزوغي هو نفسه، عامر المزوغي هو نفسه عمر مخلوف. ترى ادخل عمل طلع انت الداخل، صور لنا الصحن. هو مقامه برا تو، مقام معناتها ساعات يعملوا فيه حنن وعروسات وحنن وطهورات نتاع صغار واعداد، كانوا قبل يوعدوا، فهمتني. كانت فيه مكتبه علميه، خاطر اي مقام فيه قبه كان فيه مكتبه علميه، مكتبه نتاع فقه، فهمتني. مازالوا فما برشا اغنيات عند باي منصور خليت عقلي. تو فين فما مقام سيدي منصور في صفاقس وفي مستير. اللي في صفاقس يقولوا كونه راجل اسمر وما يعرفوش وقت جي ومنين جي وكيفاش مشي. نفس الشيء اللي في مستير راهو، حتى حد ما يعرف، خاطر هي لبناته مرت ولده يحيى، هي لبنات المقام، بنات مقامات لبوها ولحموها، اللي احنا نقولوا سيدي الشاذلي والكل، هي بنات، هي نفسها. هم عندهم يبنيوا مقام احنا نقولوا له ولي، لكن هو نبي. احنا نقولوا ولي من اولياء الله الصالحين، لكن احنا هم انبياء، فهمتني. سيدي منصور هو زكريا، وهو نفسه سيدي ذويب، خاطر الرمز نتاعو ذويب، انوبيس، انوبيس ذيب. فما اللي يقول كلب، كلب، لكن هو من فصيله كما تفسرنا السيوده والذيوبه. تتسمى الكلاب، كلبشه، كلبشه معناتها. والفك نتاعو قلنا مستطول. به بينما تراه هات الميكرو. بينما القطط النمر يتسمى من فصيله القطط النمر، معناتها كي نقولوا سيدي ذويب هو من الاسود، وهم يقولوا له الكلاب، الكلاب. فسيدي ذويب معناتها هو نفسه سيدي منصور زكريا عليه السلام. هاي زيت نفسر لك في الوحده ذي. به هاي سيدي ركز لي على الكتاب هونيك. هذه سيدي ابسلوم ريته ولا عبد السلام. احنا عندنا في الاغنيه يقول لك عبد السلام يسلم، ردوا السلام عليه، على الحاضرين سلم. معناتها عندنا نغنيو برشا سيدي عبد السلام، عندنا برشا مقامات. مقام سيدي عبد السلام. به هونيك شوش يوريو انه ريت سليمان، وهنا يحط لك دافيد، داوود، داوود ريت ولا يوريك بو داوود وكذا، معناتها يوريك معناتها السلسله العائليه. به شوف سليمان اقبل معناتها هو يحطوه عبد السلام، هو نفسه اللي قلنا ابو ربع العدويه، وكيفاش انه حلم انه سليمان ما عملش اذكار ومشي قالوا، معناته هو معاصر لسليمان صحيح، لكنه عاش بعد سليمان، فهمتني. اقعد هيك هاي سيدي ركز معي، حط الزوم على التصويره كامله. به هاي سيدي وخر هيك، وخر خلي الزوم. شوف باش نوريك حاجه، وخر الزوم على الكتاب كامل. هاي سيدي باش نوريو هونيك. يحطوا كونه هي خرجت من فلسطين، لكن وين مشات؟ هنا ايطاليا، روما، وين مشات؟ هي اصلها من نوبه، من نوبه، فهمتني. وين اسوان، وين الاقصر والكرنك، وخرجت كانها باش ترمي الكنوز نتاع معناتها راجلها كي توفى توت عنخ امون في البحر، لكن هربت لتونس.
قربت تونس وتحالفت مع يوليوس قيصر مع الاسكندر، وقعدت سنين الله باش تفتح فتحة روما، وبنات الاندلس، هي اللي بنات الاندلس وبنات قروان وبنات جمع زيتونه، و... ووقتها كانت في اسكتلندا. من بعد فتحوا، دخلوا من فرنسا، عملوا انزال النورماندي، معناتها جابوا الفلايك الكل هبطوا هنا باش شقوا الجبال. كيف فتحوا روما رجعت هي وقتها، قلت لك هيا نزوروا شيخنا جمليه، ايا شواش لموا العيسويه، امرت الشواش نتاعها باش يلموا انصار عيسى، ودخلت منين؟ دخلت من ثنيات الوداع، فغنوا لها اقبل البدر علينا من ثنيات الوداع. اكي اول ما تغنات المريم واختها، وقتها دخلوا من الواحات الخارجيه والداخله. هونيك علاش يقول لك الداخله؟ واحنا عندنا في تونس برشا اغنيات يقول لك الدخله، يقول لك دخله سعداوي على خاطر هي سعديه، هي سعيديه وابوها سعد ومسعود وسعد الله، فهمتني؟ ومسعده، علاش عندنا مسعدين وباب سعدون وعندنا برشا اسامي في كل الاسامي هذه. شوف الخرايط، ديما الخرايط عندهم مشكله، راه قد ما تراه. هذا شو الكتاب شو عنوان؟ فهمت؟ هذا يقول لك كانوا هذه حاجات معناتها الرحلات المقدسه والاثار المقدسه نتاع المقدسات. لكن فما فتره تيه صارت كبيره، تثبت في مشكله كبيره. شوف شو يقولوا هم، يقولوا منين مشات، منين مشات، مشات خرجت، ديما يقولوا من هنا، هي راي خرجت من نوبه من اسوان، والسفن الفينيقيه معناتها المصريه القديمه، ويقولوا ان مشات لهيك. هي بالعكس، هي اخر حاجه فتحتها هي روما. الاسكندر تحالف معاها وشد الجزيره دي، وعمل جيش كبير، معناتها عمل سفن كما نقولوا حربيه في البقعه دي. من بعد مشي بها، عملوا انزال النورمانديا، خاطر روما شدت لهم جول، احنا نقولوا شدت من البقعه دي، ما خلت. شوف بلاد الغال ما هيش هذيك الغال، هي المنغول. المنغول هما يقولوا بلاد الغال وين فرنسا. به شوف البقعه هذه بقعه الملحمه، ويقول لك ملحمه الاسكندريه. كيفاش هو دار من هيك بالجيش، وهي دارت من الصحراء، دارت من الصحراء نتاع الجزائر. وابوها اللي كان مدفون يقول لك بابا المزوغي، بابا المزوغي كان مدفون في الاجدار، اهرامات الجزائر الاجدار. معناتها اخر حاجه هي فتح روما، معناتها اصعب حاجه كانت هذه عن خسنتون، هذه عايشه المنوبيه. اصعب حاجه هي كانت وصلوا احتلوا هذه، فتحوها، لكن ما نجموش يدخلوا البقعه هذه. ايطاليا كانت الطليان الرومان شدوا لهم في البقعه هذه، ما نجموش يدخلوا، عقبوا لهم من وراء الجبال نتاع فرنسا. وفرنسا قبل تسمى فارس، علاش الفارسيه هي الفرنسيه، فارس باريس، يقول لك بيرسيا بيرس، هي هذيك هي الفرس الحقانيه اللي حكي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم انه اخر الزمان باش يسلموا، وهم اللي باش يهزوا الاسلام للدول الاخرى. معناتها ما عادش فما حرب عالميه، الحرب العالميه هي اللي كانت وقت حور محب، وحور محب اسلم في الاخر. مش حابب نفسر حاجه، فما حاجه هامه برشا برشا. لو هذا على لا اله الا الله محمد رسول الله. الذبيح سليمان، الذبيح اسماعيل، اسماعيل عليه السلام اخوه اسحاق اسمر وصيف، واسماعيل ولد هاجر، هاجر البيضة، هاجر. به ست حاجه اخرى معناتها الذبيح هو اسماعيل. برشا ناس شكوا. حاجه الثانيه اللي شكوا فيها برشا ناس، اليمن، اليمن لا علاقه لها بالمقدسات. وقتها خرجوا، وقت فتحت عن خسن اتون لابيدوس الاقصى الاصلي، به مسجد الاقصى الفيله والاقصر. فما يهود هربوا، هربوا لوين؟ هربوا اليمن، على خاطر الاسكندر سكر عليهم منين الدلتا. معناتها البقعه الوحيده اللي هربوا اليمن. به حور محب اللي هو زعيمهم، اللي هو ولد سليمان كما قلنا، من المراه اللي اصولها صينيه، اصولها اسيويه. به حور محب اسلم لان صنعت كرسي كبير نتاع عرش وهداته لخالها، خالها حور محب. ولا قلنا برشا تقول خالي باهي والناس يذموا فيه، تقول ونعنقوا ونبوسوا على خالها. به لا اله الا الله محمد رسول الله. قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بفتره، فما واحد طلع لهم طلعه في اليمن، قال لهم الا هو نفسه ابراهيم. قالوا له كيفاش ابراهيم صار قبل هو بني الكعبه؟ قال لهم لا، اني ابراهيم واني باش نبني الكعبه. فبنى لهم كعبه في اليمن مدوره. قالوا له شيء الناس بقي يحجوا الكعبه اللي في، فهو جاب الفيوله والكل. الفيوله ما قربوش لمكه، الفيوله الضرب وتعملوا وصارت عليه العصف، الطير الابابيل والكل.
قبل ما يوصل. معناتها الازمه الكبيره انه ابرهه يسخر روحه هو ابراهيم، قال لهم انه هو ابراهيم، معناتها المدعي النبوه برشا راهو كما حور محب. علاش هو ادعى انه هو المخلص، انه هو عثمان. وفما ناس قالت على عثمان على الاسكندر انه هو عثمان. فالدولة العثمانية مش بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الدولة العثمانية الأولى هي متاع الإسكندر، أنه هو توت عنخ تمرع. توت عنخ تمرع معناتها أنه هم يعتقدوا أنه هو خاتم للرسل. واعتقدوا احنا نقولوا في غناية الشاذلي أحمد يسقى، اعتقدوا أنه لقمان هو الخاتم الانبياء. قعدوا ديما عندهم نبوءه انه فما رسول خاتم، رسول خاتم بعد ازمه يجي رسول خاتم. فوقت جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فما برشا يهود اللي هربوا قعدوا حافظين من التوراه وحافظين. والعرب عندها برشا اسماء. عائشه اسم مرت يحيى اسمها عائشه، فالعرب سموه عائشه على خاطر اسم مرت نبي. وديما نقولوا احنا بابا منصور اللي هي ديما النصرين، نحن نقولوا كان ابراهيم برك ابانا ابراهيم مله ابيكم ابراهيم. فهم يقولوا على الانبياء بابا منصور، بابا المزوغي، بابا عامر، فهمتني؟ بابانا يا مازري، يا بابانا مازري اللي هو اوزير اللي هو ادريس، فهمتني؟ شوف ادريس اللي هو هم يقولوا اوزوريس، وست اللي هو اسرائيل. اسرائيل مش نبي، اسرائيل قتل ادريس على خاطر اسرائيل هو ملك بينما ادريس نبي. فالنبي كانت عنده نفوذ كبيره والناس يحبوها اكثر، قربوا قربان. ادريس قرب كبش، وست قرب قرد عندهم هما بالهيروغليفيه يقول لك حابي هابي. فحابي هابي هابيل، حابي هي هابي هي هابيل. هابيل هو العكس، هابيل هو اللي ما تقبلش منه، قد قرب قرد. بينما ادريس قرب كبش، ترفع الكبش، فهمتني؟ وسيدنا اسماعيل ربي يفداه بكبش عظيم، راهو مش كبش قد هيك احنا نقولوا كبش عظيم. هو في معبد الكباش فما ديما يوريو كبش كبير وبين ساقين الكبش فما ولد، الولد هذاك اسماعيل. طريق الكباش في مصر ديما تلقى طريق الكباش، فهمت؟ البكريين هما نسبه خاطرهم يعطيوا رموز انبيائهم حيوانات. فمريم رمزها حتحور بقره مريم. فكل ما اللي جاي معاها الاسكندر يتسمى بكري. وحور محب قال لها على مريم، قال باش كما تجيش باش نجيبك من قرونك. ايش معناتها باش نجيبك من قرونك؟ لانها رمزها بقره. وقت عيسى حبوا يغدروا به جابوا له حطوا له فوق الطاوله راس بقره مقصوص، وهم عندهم يقدسوا البقره، مش ما يذبحوهاش، يذبحوها البقره، لكنهم عندهم البقره هو رمز. هما كل واحد عنده رمز. في أنبياء سيدنا سليمان رمزه صيد هو ابو الهول. فحور محب ولد سليمان اللي هو احنا كما قلنا الحجاج، واللي هو عنتر بن شداد، وعنده القابه كثيره وبن مراد وجنكيز خان وعنده برشا اسام، ارطغرل حاجه اخرى. ابن عربي هو لقمان، اللي يقول ابن عربي، يقول ابن عربي هو لقمان. ابن رشد هو اللي يقولوا له ابن لقمان اللي هو افلاطون، هو نفسه ابن رشد. فانت تقول كيفاش هو كتبه بالعربي؟ هو ما قبل العرب، هو كتبوا فيه فقه ودين. ايه فقه ودين يا اخي، الرسول صلى الله عليه وسلم جيب الدين من قبل، من عند سيدنا نوح، من عند سيدنا ابراهيم، فهمتني؟ والاسلام موجود الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم جاي مصداق لك التشريع هذاك، هو اخر كتاب سماوي ما فيش تحريف. وشنو التحريف اللي صار هي التيه، انهم كي هربوا اليمن ضاعت عليهم البقعه، فبابل هي تونس والفرس هي فرنسا. معناتها التيه هذاك الكل ان شاء الله باش يتصلح، وفي اخر الزمان يهود باش يسلموا، راه ما فماش عركه بين اليهود، اليهود باش يوليوا مسلمين وباش يذبحوا الاضاحي مع المسلمين ويحجوا للمسجد، يحجوا لمكه. والمسجد الاقصى كله تو يتعاركوا عليه، هكا فوج جات في غلطه وكما جاوا في غلطه كما نقولوا. والصحيح هو في مصر، والعز الكل جاي لمصر، والخير الكل جاي لمصر، وكي ارض العرب اللي حكي بها الرسول صلى الله عليه وسلم انها بتولي مروج وانهارا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.